الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم ووالاهم باحسان يوم الدين، وبعد. احبتي في الله، نلتقي في الحلقه الثانيه من ممارسات خاطئه تتعلق برمضان وعباده الصيام. مما يتعلق بعباده السحور، اولا السحور اكله بركه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فمن بعض الأخطاء بعض الناس يتسحر مبكرا جدا، يعني الساعة الواحدة أو الساعة الثانية، ويقول لك عشاء وسحور مرة واحدة. هذا فوت على نفسه فضيلة السحور، لأن السحور هو الأكل التي تؤكل في وقت السحر، والسحر هو آخر الليل قبيل الفجر، يعني قبل الأذان الثاني بنصف ساعة ب40 دقيقة. أما الذي يأكل الساعة الواحدة أو الثانية هذا لم يتسحر، هذا تعشى. إذن لا بد من تأخير السحور إلى قبيل الفجر، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يتعلق بالممارسات الخاطئة بالسحور، البعض من باب الاحتياط زعم يتعمد أن يمسك قبل دخول وقت الفجر. فبعض النشرات تخرج يقول لك مثلا وقت الإمساكية يكون قبل أذان الفجر ب10 دقائق مثلا أو ربع ساعة، فهذا للأسف خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخير في تأخير السحور. إذن بالمفهوم التعجيل السحور قبل وقته هذا من الشر، ويفوت على الناس خيرا عظيما. فالإنسان يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الفجر الصادق، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال يؤذن بليل فلا يمنعنا أذان بلال من الأكل والشرب إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم. إذن الأذان الأول لا يمنع من الأكل والشرب ولا يكون به الإمساك، الإمساك يكون بالأذان الثاني عند دخول الفجر. فمن كان في الصحراء يستطيع أن يرى الفجر، فالفجر الصادق هو الضوء المستطير الذي يكون مع الأفق. يظهر أولا الفجر الكاذب ضوء عمودي، هذا الفجر الكاذب، ثم يختفي، بعدها مباشرة يظهر ضوء مستطير على الأفق أفقي، هذا دخول الوقت أو دخول الفجر الصادق، وهو وقت صلاة الفجر، وعندها يكون الإمساك. إذن الإنسان لا يمسك قبل هذا الوقت، له أن يأكل ويشرب. ومن لم يتبين له الفجر له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبين من دخول الفجر، لقول ابن عباس لما سأله الرجل أنه لا يتبين الفجر فقال له: كل ما شككت حتى لا تشك. وكل هذا من رحمة الشريعة. أيضا من رحمة الشريعة أن الإنسان لو أذن المؤذن والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي نهمته. وبهذا نعلم خطأ بعض المذاهب عندما يقولون إذا أذن المؤذن والماء في فمه فليمجه، فهذا اجتهاد مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رحمة الشريعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته. كل هذا من تيسير الشرع، وهذا من رحمة الله بعباده الذي ما جعل علينا في الدين من حرج.